أكثر من ثلثين العراق صحراء، والدليل امشي من الأنبار، من صحراء الأنبار إلى أن توصل للبصرة للفاو، شوف ايش قد تشوف صحراء. تمام؟ ما فكر ولا واحد أبو راس حكم البلد انه شلون يستثمر الأراضي هاي اللي موجودة بالعراق. تمام؟ شوفوا مصر ايش سوت. تفضل. امبارح كان الرئيس السيسي وقادة الدول الشقيقة الإمارات والأردن والعراق والبحرين في جولة في مدينة العلمين الجديدة، وزاروا منتجع ريجل هايتس. اللافت في الجولة وتفاصيلها إن الرئيس كان حرفيا في جولة مع ضيوف مصر جوه الصحراء، أو اللي كانت صحراء من 5 سنين من غير طوبة واحدة. مدينة العلمين الجديدة اللي النهاردة فيها حفلات وناس بتصيف وناس بتاكل عيش وبتسترزق، كانت تراب من 5 سنين، لحد ما الدولة قررت تعمل مدينة سياحية عالمية بقت المشهد اللي انت شايفه ده. طب العظمة دي كلفت الموازنة كام؟ ولا جنيه. اسمع، يقول لك ايه دول هيعملوا في العاصمة الإدارية الجديدة 200 مليار جنيه بنية أساسية. طب كويس. طيب ومدينة أسيوط الجديدة؟ طيب المنصورة الجديدة؟ طيب الإسماعيلية الجديدة؟ طب شرق بورسعيد الجديدة؟ طب رشيد الجديدة؟ طب المنيا الجديدة؟ طب السويس الجديدة؟ الله يا جماعة، يا جماعة، اللي بيطرح الطرح ده هو عايز يألمك، يوجعك، يزعلك، ينغص عليك عيشتك. وانا قلت لكم وبقول لكم تاني، طب رامي الحلفان بتصدقوه؟ والله 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 كل المدن الجديدة دي ما معمولة من موازنة الدولة. انا بحلف بالله. طب بتتعمل ازاي؟ يعني انت يعني بتحفروا بتجيبوا فلوس من الارض؟ لا والله ما كده خالص. والله الحكايه ما كده. الفكره بسيطه خالص، ان احنا بنحول الاراضي اللي ملهاش قيمه، وانا قلت لكم الحكايه دي قبل كده. الاراضي اللي ملهاش قيمه بان احنا بنخش نعمل في اسيوط الجديده طريق هتشوفوه خلال يعني الشهر الجاي بالكتير، محور طوله لغايه حتى نعبر بيه بين يعني النيل الغربي والنيل الشرقي، او الضفه الغربيه والضفه الشرقيه للنيل، ومدينه اسيوط على جنب المطار هناك. عملنا حي وطرحناه للبيع، وعملنا اراضي وطرحناها للبيع. البيع ده هو اللي بناخد الفلوس بتاعته ونعمل بها الشغل. الكلام ده ينطبق على العلمين، ينطبق على المنصوره، ينطبق على اسيوط، ينطبق على المنيا، ينطبق على اي حاجه من ديت. ان احنا بنحاول نحول اراضينا التي كانت قيمتها محدوده جدا جدا الى اراضي ذات قيمه مرتفعه من خلال تطويرها. حلو. يعني حلو. ببساطه حلو. المكان اللي قدامها. يعني السيسي استلم مصر خراب من الاخوان وما قبل الاخوان، وهسه سمعتوا كم مجمع سكني فاتح؟ بس اللي يعددهم، بس اللي يتذكرهم، هذا صحراء قبل 4 سنين قال لهم، جاب الناس قال لهم هاي الصحراء راح احولها الى مدينة نموذجية، مدينة عالمية. تمام؟ ومن ضمن الحاضرين كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حتى وشاف هاي زين. ما تغارون بعض، ما تغارون. واحنا ملتهي ابو راس وغيره، اريد المنصب، اريد الكرسي، ما اقوم. العمر خلص والناس راحت ويا اهلها، واحنا بعدهم يتعاركون على الطائفيه.